تحدث عليها وهذه النقطه، عدم كابتن حلمي طولان التبديل مبكر، يعني التبديلات كلها جاءت في اخر 5 دقائق. هل هي تبديلات روتينيه فقط لاراحه الاعصاب وامتصاص حماس لاعبي اورلاندو، ام انها تبديلات تكتيكيه؟ رغم ان على دكه البدلاء اليوم لعيبه من افضل ما يكون، حازم امام، محمد ابراهيم، احمد حسن، تحدثنا عنهم ان المفروض ان يكون لهم دور في المستقبل وفي الفتره القادمه مع نادي الزمالك. لا انا فاهم فكر كابتن حلمي. اولا هو لعب 80 دقيقه بمجموعه كامله متكامله، يعني التروس كلها مع بعضها، يعني ممنوع او صعب ان انت تنزل لعيب ممكن ياثر نسبيا على حته نص الملعب. احمد توفيق ونور وعمر جابر الثلاثه كانوا اكثر من رائعين، حتى اللي على دكه البدلاء ما عندهمش لاعب نادي الزمالك لاعب ارتكاز رابع يكون مؤثر، قوه دفاعيه امام الاربع مدافعين اللي موجودين. سعيد قطه العسان العاب، حازم امام بيعمل الهجمات المرتده، احمد حسن بيلعب في الحته اللي قدام وما عندوش الادوار الدفاعيه بشكل كبير، محمد ابراهيم نفس الموضوع ناحيه هجوميه. يمكن عشان كده التغييرات قلت. هو اختار الاختيار بتاع اسلام عوض، ممكن يبقى رابع وممكن يبقى وسط ايسر يساعد شويه، وده اضاف اسلام عوض. اختار حازم امام لان 5 دقائق الاخيره بالفعل فرقه اورلاندو بتحاول تهجم بكل خطوطها، وانت عارف الفرق الافريقيه طريقه لعبها في اخر 5 دقائق لما يكون خسران بيبقى عشوائي الى حد ما، فممكن يكون حازم امام لمساحات. انا عجبني نادي الزمالك في اخر دقيقتين او 3 دقائق لانه برده خد حاجه كويسه، حته التمرير الكتير، استهلاك الوقت، استهلاك عنصر الوقت في الفرقه المصريه ده غير مميز، مش جيد. النهارده كان جيدين فيه جدا بسبب حازم. وانا هضيف ان فعلا لاول مره برضو النهارده بامانه شديده اشوف شيكابالا كابتن فرقه، كابتن نادي الزمالك في تعاملاته في الضربات الثابته، في تعاملاته في خروج اللعيبه، في تعاملاته في الاعتراض على الحكم كان رائع جدا، في تعاملاته مع الجمهور. فانا شايف ان دي اضافه وتحسب للجهاز الفني كابتن حلمي طولان انه خلى شيكابالا فعلا كابتن نادي الزمالك في المباراه النهارده. كابتن هيثم ايضا نقطه عن التبديلات واحمد حسن